بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله يا شباب النهاردة هنتكلم عن محاضرة جديدة وعن حاجة جديدة اللي هو هنتكلم عن الشابتر 7 الفصل السابع. أما يكلمك عن حاجتين. الفصل السابع يكلمك عن نوعين من البكتيريا، إما ستافيلوكوكاي إما ستريبتوكوكاي. قال لك ايه عنوان الدرس؟ انت داخل واحدة واحدة عليه. قال لك السيستميك بكتيريولوجي كوكاي، يعني هنكلمك عن الأجهزة أو الجهاز بتاع البكتيريولوجي ديت أو النوعين من البكتيريا ديت. بمعنى صح أنا قلت لك إن في بكتيريا جرام بوزيتيف بكتيريا وجرام نيجاتيف بكتيريا. قال لك سيبك من البكتيريا الوقت، هنتكلم عن الكوكاي وهنبتدي ندرس البكتيريولوجي اللي هو علم البكتيريا بتاع الكوكاي، سواء ستافيلوكوكاي أو ستريبتوكوكاي. يبقى الستافيلوكوكاي غير الستريبتو كوكاي. تمام. يبقى هنتكلم عن ايه؟ قلنا هنتكلم عن شابتر 7 عن حاجتين، يا اما جرام بوزيتيف بكتيريا قصدي جرام بوزيتيف كوكاي وجرام نيجاتيف كوكاي. تمام. الجرام بوزيتيف كوكاي هنتكلم فيهم عن حاجتين مهمين جدا واساسيين، اللي هي الاستافيلوكوكاي والستريبتوكوكاي زي ما قلت لك. تمام. انما الجرام نيجاتيف فيها حاجه واحده ودي صغيره جدا اسمها النيسيريا ده نوع من الامراض عم تسبب الجرام نيجاتيف كوكاي. يبقى الاستافيلوكوكاي والستريبتوكوكاي دول جرام بوزيتيف كوكاي. انما الجرام نيجاتيف دي النيزيريا ديت نوع من الجرام نيجاتيف كوكاي. تمام كده. تاني واحده يبقى نبتدي نتكلم في الفصل السابع. تمام. معايا نتكلم عن عن الكوكاي هنا، او اللي هو البكتيريا الكوكاي، البكتيريا اللي عم تسبب مرض عم تسبب حاجة اسمها الكوكاي، وهي عم تسببها حاجة اللي هي الجرام بوزيتيف كوكاي. عم تسبب يا اما ستافيلوكوكاي يا اما ستريبتوكوكاي. تمام. اما الجرام نيجاتيف قلنا عم تسبب حاجة واحدة وهي النيازيريا. تمام كده. تمام. نيجي نتكلم عن اول حاجة الجرام بوزيتيف بكتيريا. الجرام بوزيتيف بكتيريا قلنا منها نوعين. اول حاجة الاستافيلوكوكاي. قال لك تعريف الاستافيلوكوكاي مش مهم معانا ومش عايزين منه حاجة. المورفولوجي بتاعه برضه مش مهم معانا ومش عايزين منه حاجة. وكمان الكالتشر الثقافة بتاعته مش عايزين منها حاجة. اهم حاجة في الاستافيلوكوكاي وهي اللي هتمتحن فيها الديسيز بتاعته، الامراض بتاعته، والتشخيص الدياجنوستيك ليبراتوري بتاعه والتشخيص المعملي بتاعه. نفس الكلام في الاستافيلوكوكاي. لما نيجي ناخد رقم 2 في الجرام بوزيتيف بكتيريا هنبتدي ناخد الدياجنوزس بس الديسيز بس قصدي والدياجنوزس بس. تمام كده. تمام. يبقى اهم حاجه في الاستافيلوكوكاي والستريبتوكوكاي الديزيز والدياجنوزس. تمام. يبقى هنبتدي نتكلم عن اول حاجه او اهم حاجه مهمه. قال لك فيها يديك حاجات توكسين وحاجات انزيم، دي برضو مش مهمه معاك، ملناش دعوه بيها. تمام. اهم حاجه في الدرس هتلاقيها الصفحه اللي بعدها اللي هي الديزيز والدياجنوزس. اول حاجه الديزيز اللي عم تسببها الاستافيلوكوكاي. قال لك اول حاجه بايوجينيك انفكشن، التهابات جرثوميه. لما تيجي واحدك عند اتش بايلورا، لما يجي واحد اتش بايلورا اللي هي جرثومة المعدة لما انا صح. تمام. اللي هي بايوجينيك انفكشن الاتش بايلورا دي جرثومة موجودة فين؟ في المعدة. تمام. عم تسببها قرحة المعدة تعمل لك الاتش بايلورا دي من امراض او الاستافيلوكوكاي او الجرام بوزيتيف بكتيريا، تصنف تبع الاستافيلوكوكاي. تمام. عم تعمل ابسز خراج بويلز اللي هو دمال. تمام كده. تمام. تاني حاجة قال لك بوست اوبريتيف ووند انفكشن، عدوى الجروح بعد الجراحة. يعني لو واحد عامل عملية جراحية والفتحة او العملية الجراحية طبعا الفتحة بتكون كبيرة شوية وابتدى يحصل انفكشن الفتحة دي، او ما خدش باله من الكات اللي حصل في الاوبريشن دوت من الجرح بتاعه، ما بدش يغير عليه بصورة مستمرة، حاول يحمي من الانفكشن، هيبتدي يسبب له هيسبب له بكتيريا جديدة او كوكاي جديد اسمه الاستافيلوكوكاي. تمام. تالت حاجة اليورينري تراك انفكشن، عدوى المسالك البولية دي من الامراض بتاع اللي عم تسبب الاستافيلوكوكاي. رابع حاجة قال لك الاوستومايليتس اللي هي هشاشة العظام. لما واحد يكون عنده العظام بتاعه لين، يعني العظام بمعنى صح ملمش بالطريقة الصحيحة. تمام. فده يسبب له استافيلوكوكاي.
خامس حاجة والأخيرة قالك الفود بويزنينج اللي هو التسمم الغذائي. لو واحد جاله أي تسمم غذائي فتجيله طبعا حاجة في المعدة تعمل له ليه الاستافيلو كوكاي. قالك إن ويلش زير ار نوزيا عم تسبب له النوزيا والفوميتنج القيء والدايريا الإسهال بطنه فيفر بس مفيش إيه حمى. يبقى لو حصل تسمم غذائي أو تعرف التسمم الغذائي إزاي، هيبقى عنده نوزيا وفوميتنج ودايريا بس مفيش إيه مفيش فيفر. and the type of food include الملك وانواع من الاكل عم تحتوي على الايه اللبن والميت اللحم والايه والكيكس اللي هو الكعك. تمام كده تمام. يبقى 5 ديسيز عم تسبب بواسطه الايه الاستافيلوكوكاي. يبقى الاستافيلوكوكاي عم تعمل 5 ديسيز. الاستافيلوكوكاي عم يعملوا 5 ديسيز والعكس. لو الديسيز دي موجوده تجيب لك الايه الاستافيلوكوكاي. او نعرف ان الاستافيلوكوكاي موجوده ازاي الخمسه اللي احنا قلناهم دول. اول حاجه يكون في بايوجينيك انفكشن يعني التهابات جرثوميه. يكون في ايه بايوجينيك انفكشن التهابات جرثوميه وديت هتبقى موجوده على طريق ابسنس خراج او بويلز اللي هو دمال. تمام كده تمام. تاني حاجه اللي هي الحاجات دي لو انت ما اهتمتش بيها برضه تكون سببها الاستافيلوكوكاي وتعمل لك ضرر شديد. فانت لازم لو عندك اي ابسس او اي بويلز اي خراج او دمال تبتدي تهتم بيها عشان دي ايه بايوجينيك انفكشن التهابات جرثوميه. تمام. تاني حاجه بالنسبه لك جالك البوست اوبريتيف ووند انفكشن. لو انت عامل عمليه وهيحصل لك عدوى بعد الجراحه وبعد العمليه بتاعتك فدي هتسبب لك او هيكون سببها الاستافيلوكوكاي. تمام. تالت حاجه اليورينري تراك انفكشن عدوى المسالك البوليه. عدم المسالك البوليه دي برضه بتكون بسبب الايه ستافيلوكوكاي. والاوستومايليتس اللي هي الهشاشه بتاع العظام. والفود بويزنينج التسمم الغذائي اللي عم يسبب نوزيا وفوميتنج ودايريا بس مش عم يكون في فيفر مش عم يكون في حمى. تمام. and the type of food include وانواع من الاكل عم تحتوي على الملك اللبن والميت واللحم والكعك ديت اللي هي ممكن تعمل ايه ممكن تعمل فود بويزنينج تسمم غذائي. تمام تمام. دي الديسيز بتاع الاستافيلوكوكاي. نيجي بقى للدياجنوستيك بتاعه او الليبراتوري دايجنوزيس بتاعه اللي هو التشخيص المعملي. قال لك اول حاجه السبيسيمينز اللي هي العينات دي قال لك سواب بلغم او بص او صديد او بلد او دم. العينات اللي انت ممكن تاخدها عشان تشوف الاستافيلوكوكاي قال لك ممكن تاخد سواب بلغم او بص من الصديد او البلد او الدم or any samples according to the site of infection او اي عينة طبقا لموقع العدوى اللي حصل فيه. يعني ممكن تاخد اي عينة من الثلاثة دول في الموقع اللي حصل فيه ايه الانفكشن. يعني مثلا وليكن في اليورينري تراك انفكشن فانت هتبتدي تاخد سواء يورينري تراك انفكشن هتشوف البص اللي موجود فين في البول في اليورين. تمام. هتيجي تاخد عينة منه عشان تعرف هل ده استافيلوكوكاي ولا ستريبتوكوكاي وهنعرف الستريبتوكوكاي شوية كده. تمام تمام. يبقى اول حاجة العينات بتاعته قلنا يا اما سواب يا اما بلغم يا اما بص صديد او بلاد. تمام. او ممكن تاخد عينة من موقع الانفكشن او الموقع الموجود فيه الانفكشن ده. تمام كده تمام. تاني حاجة هي الاسميرز المساحات بتاعته. المساحات قلنا ان الاستافيلوكوكاي دي تبع الجرام بوزيتيف طبعا صح كده. يبقى الجرام بوزيتيف سبايريكتال كوكاي اللي هي ايه الكوكاي الكروية. يبقى موجودة الاستافيلوكوكاي على شكل ايه كروي. قالك arranged in grab like cultural calisters non spore forming. تمام. يعني الكلام ده يعني ان الاستافيلوكوكاي ديت الشكل المعملي بتاعها او الشكل بتاعها عم يكون على شكل كروي. استافيلو قصد ستريبتوكال كوكاي يعني شكل ايه كوكاي كروي. تمام. قال لك arranged مرتبة in grab like الكاليسترز مرتبة في عناقيد عم تشبه عنب. الشكل مدور بتاعها شكل كروي كده شوية مرتبة فوق بعضيها وجنب بعضيها كده عم تشبه العنقود بتاع العنب. قال لك نون موفمنت نون موتيل مفيش ليها اي حركة خالص ونون سبور فورمنج مش عم تكون السبور اللي هي الحويصلات بتاعتها. تمام. يبقى المساحة بتاعتها او الشكل بتاع الاستافيلوكوكاي دي قلنا تبع الجرام بوزيتيف استافيلوكوكاي تبع الجرام بوزيتيف استافيلو ايه كوكاي. قلنا ديت مرتبة على شكل عناقيد فوق بعضيها اللي على شكل عناقيد تشبه
على جدي الايه العنب. ديت نوت موتيل يعني مش عم تتحرك، وكمان ما فيهاش نوزبور فورمنج مش عم تكون حويصلات فيها. تمام. نيجي بقى لتاني حاجة او تالت حاجة، الكالتشرال بتاعتها، المزرعة بتاعتها او المكان اللي عم يزرع فيه او الثقافة بتاعتها. تمام. قالك اول حاجة هما 3 حاجات. اول حاجة جولدن يلو، اللون بتاعها او الصبغة بتاعتها جولدن يلو اندو فيجمنت، يعني الصبغة بتاعتها لونها اصفر ذهبي كده شوية. البير عم تظهر اون نيترانت اجور عم تظهر فيه ايه الجير تظهر زي ما قلنا على شكل العناقيد كده. تمام كده. قالك فورمنج بيجمنت ات روم تمبريتشر، وعم تكون الصبغة عند درجة حرارة الغرفة 20 ل 25 درجة مئوية سيليزيوس. تمام. يبقى اما تبتدي تحول الصبغة ديت بتاع الاستافيلوكوكاي تبتدي تحول الجولدن يلو الاصفر الذهبي لما تظهر الصبغة بتاعتها اللي هي الايه الجولدن يلو. تبتدي تحول الاستافيلوكوكاي للجولدن يلو، وعم تكون الصبغة بتاعتها ايه قصد عم تحول الاستافيلوكوكاي الى الايه الى الجولدن يلو اللون الاصفر عند درجة حرارة الغرفة اللي هي من 20 ل 25 درجة. تمام. تاني حاجة قالك البيتا هيميليزيس اللي هي خلايا بيتا اون بلاد اجور جيفز اللي موجودة في البلاد ديت عم تعطي التايبيكال كولونيز مستعمرات نموذجية. يبقى البيتا اللي موجودة في الدم، خلايا بيتا الموجودة في الدم تبع ايه او عم تسببها الاستافيلو كوكاي، فدي تكون او عم تدي على شكل مستعمرات تايبيكال كولونز مستعمرات ايه نموذجية. تمام. تالت حاجة قالك اليلو كولينز اللي هي المستعمرات الصفراء ديت او الصفراء الجولدن الذهبية اون مانونتال سالت اجور. قالك اللي على شكل ايه مانونتال صلات اللي هو على شكل ملح منتولي. تمام. سيلكتيف ميديا في وسائط او كوسائط انتقائيه سيلكتيف ميديا. تمام. يبقى ال3 حاجات دول او الكالتشرال بتاعتها الثقافه بتاعتها مش مهم عليك شويه، بس لازم تكون عارفها. تمام. لازم تكون عارفها عشان ممكن يسالك فيها سؤال وليكن يقول لك مثلا ان الجولدن يلو عم يتحول في درجه حراره كام، قلنا درجه حراره الغرفه من 20 ل 25 درجه سيليزيوس. تمام. قال لك ممكن يقول لك البيتا ايه البيتا هيموليسيس اللي هي خلايا بيتا ممكن تكون موجوده فين، قلنا موجوده في كمستعمرات نموذجيه لما تسببها الاستافيلو كوكاي. يبقى 3 حاجات الثقافه بتاعتها مهم. اتكلمنا عن 3 حاجات فيها. اول حاجه العينات وقلنا ناخدها ازاي، تاني حاجه الشكل بتاعها والمكونات بتاعتها، تالت حاجة الثقافة بتاعتها وقلنا فيها ان هي ما تكون لونها اصفر او الصبغة بتاعتها اصفر ذهبي، وما تتكون الصبغة دي في درجة حرارة الغرفة يعني من 20 ل 30 درجة من 20 ل 25 درجة مئوية. تمام. والخلايا بتاعتها والخلايا بيتا بتاعتها عم تظهر على شكل مستعمرات نموذجية. تمام كده. والمستعمرات الصفراء دي او الجولدن يلو الموجود فيها والصبغة ديت على شكل مانيتول صلات اللي هو ملح منتولي تستخدم كسلكتيف ميديا كوسائط انتقائية ليها. تمام. قالك كمان قالك في بايوكيميكال رياكشن تفاعلات بايوكيميائية بتاع الاستافيلوكوكاي تفاعلات البايوكيميائية. التفاعلات البايوكيميائية قالك نوعين، اما بوزيتيف كاتاليز تيست يا اما بوزيتيف كاجوليس تيست اختبار تجلط الدم الايجابي او الكاجوليس تيست. ده الاختبار البايوكيميائي. لو انت هتعمل اختبار بايوكيميائي ليها يبقى هتعمل لها سواء الاختبار دوت او الاختبار دوت اللي هو البوزيتيف كاتاليز تيست او البوزيتيف كاجوليسيس تيست. تمام كده. تمام. ده لو هتعمل لها اختبار بايوكيميائي. تمام كده. تمام. يبقى ده الاهم حاجه في الاستافيلوكوكاي، قلنا ان هي الديسيز والدياجنوز ليبراتوري بتاعها واتكلمنا عنهم المظبوط. تمام كده. تمام يا شباب، فاهمين لحد كده؟ يبقى اتكلمنا عن الاستافيلوكوكاي وقلنا الديسيز بتاعتها والدياجنوز بتاعها هم اللي مهمين فيها وشرحناهم بالتفصيل. يا رب تكونوا فهمتوهم. تمام. نخش بقى على تاني حاجه قلنا عليها وهي الاستريبتوكوكاي. قلنا الاستريبتوكوكاي سيبك من الكلام كله المدعك اللي فيها دي، اهم حاجه زي ما قلنا الديسيز بتاعتها
والدايجنوزس بتاعها. تمام كده؟ تمام. هنبدا اول حاجه بالديسيز بتاع الستريبتوكوكاي على العموم، او اي مرض هناخده او اي مرض جاي بعد كده حتى في المحاضرات الجايه وكده هتلاقيه برضه هناخد الديسيز والدايجنوز بتاعه، بس ممكن التريتمنت ناخده ممكن ما ناخدوش، هقولهم لك برضه اللي احنا عايزينه. تمام. يبقى الديسيز بتاع الستريبتوكوكاي قال لك ان الديسيز ديوتو عم تسبب لوكال انفكشن. اهم حاجه في الديسيز او الامراض اللي عم تسببها الستريبتوكوكاي دي اهم نوع فيها اللي هي الايه؟ الانفكشن، اللوكال انفكشن، الالتهابات اللي عم تحصل، التهابات المحليه. قال لك زي ايه؟ قال لك زي الاستافيلوكوكاي ثوريت، التهابات الحلقه زي الايه؟ زي الفوليسيكولار تونسيليتيز اللي هي الايه؟ التهاب اللوزتين. يبقى التهاب الحلق اللي هم تبع يعني المنطقه تبع الحلق اللي في الفم زي التهاب الايه؟ اللوزتين. تمام كده. تاني حاجه قال لك ساكراليت فيفر اللي هي الحمى القرمزيه. الحمى القرمزيه دي قال لك برضو ايه؟ ثوريت اللي هو التهاب الحلق والايه؟ والسكين راش اللي هو الطفح الجلدي. لما واحد يحصل عنده طفح جلدي او التهاب في الحلق فده تسمى ايه؟ حمى قرمزية. ودي تعتبر ايه؟ ودي تعتبر من الامراض اللي عم تسببها الستريبتو ايه؟ كوكاي. تمام كده؟ تمام. تاني حاجه لك الديسيز اللي عم تسبب بسبب الانفيجن، الغزو. بقى اما يحصل غزو للجسم جوه، اما يحصل غزو للجسم من داخل، في انفكشن دخل بقى جوه الجسم، دي انفكشن اللي بره. وقلنا نوعين منها. تاني نوع قلنا الدايجنوز الديسيز بتاعتها قصدي بسبب ايه؟ ان حصل انفيجن ده غزو حصل في الجسم. تمام. قال لك الايه؟ الاريثريبيسيس، الاريثريبيلسيز اللي هي الحمراء، هي اسمها ايه؟ قصدي الحمى اللي هي حمى النفاس، تسمع عنها؟ قصدي الحمراء حاجه اسمها الحمراء، حمى النفاس اللي هي البيربرال فيفر، حمى النفاس دي. تمام. عشان ما تتلخبطش بينهم، انا لخبطتك اهو. يبقى الاريثريبيلسيز دي الحمراء. ايه الحمراء ديت؟ قال لك دي سيليتلز انفكشن اوف ديب لاير اوف سكين، التهاب النسيج الخلوي، التهاب النسيج الخلوي بسبب الايه؟ او اصابه النسيج الخلوي اللي عم يصيب الطبقه العميقه من الجلد، يعني عم يخش تحت الجلد، عم يخش في السبكوتينيوس بمعنى صح. تمام. دي اسمها ايه؟ الحمراء. لما تلاقي الجلد السكين بتاعك محمر بشكل كبير ويقول لك انا ايه؟ انا حاسس ان في حاجات تحت الجلد برضه لونها احمر كده وملتهب عليا، التهاب يعني بمعنى صح تحت الجلد، فدي تسبب الايه؟ الاريثريبيلسيس اللي هي الحمى. تمام. تاني حاجه اللي هي الايه؟ البيربال فيفر اللي هي حمى النفاس، ديت عم تكون بسبب الانفكشن اوف اندوميتريوم اوف اليوترس كومبليكيتنج ديليفري اور اوبرتيشن اور ايه؟ الاوبرتيشن. يبقى قال لك حمى النفاس ديت انفكشن، التهابات بتاع الايه؟ الاندوميتريوم اللي هي التهابات في بطانه الرحم او اليوترس اللي هو الرحم نفسه. تمام. كومبليكيشن وتعقد ديليفري، التسليم بتاع الايه؟ الاوبريشن اللي هو الاجهاض، وعم يحصل ديليفري يا اما يحصل ولاده مبكره اللي هو بمعنى صح الايه؟ الاوبريشن الابوريشن اللي هو الايه؟ الاجهاض، يعني ما يحصل للست دي اجهاض. يبقى حمى النفاس لو جت عند الست او عم تصيب بطانه الرحم او اليوترس بتاع الومن، فعم يسبب عندها تعقيدات او مسبب عندها كومبليكيشن مضاعفات. تمام. فده عم تسبب الاجهاض المبكر للجنين. تمام. ثالث حاجه قلنا السيبسيس اللي هو التسمم او العفن، يعني ممكن يحصل تسمم بويزنس او سيبسيس داخل الايه؟ الجسم. تمام. دي اللي عم تسببه من غاز جوه الجسم. ثلاث حاجات قلنا الحمراء ده عم يكون بسبب التهابات تحت جوه الجسم بطبقه عميقه شويه اللي هي اعمق من السكين. تمام. تاني حاجه قلنا حمى النفاس، ودي عم تصيب اكتر اللي هي التهابات بطانه الرحم واليوترس الرحم نفسه، ومن الكومبليكيشن بتاعته المضاعفات بتاعته اللي هو الايه؟ الاجهاض. تمام. تالت حاجة بقى قالك البوست ستريبتوكوكاي ديسيز اللي هي الأمراض العقدية. قلنا أمراض بسبب الانفكشن، الالتهابات المحلية اللي هي بره الجسم عادي. تمام. التهابات بقى اللي جوه الجسم نفسه قلنا اللي هي الانفيجن، الغزو جوه الجسم. تمام. التالت حاجة البوست ستافيلوكوكاي ديسيز اللي هي الأمراض العقدية بتاع الستريبتوكوكاي. تمام.
تمام. قال لك this occur after عما يحدث بعد التونسيليتس انفكشن، بعد التهاب اللوزتين. بعد التهاب اللوزتين عما يحصل لك ايه؟ ممكن يجي لك الاستافيلوكوكاي، الاستريبتوكوكاي. تمام. ممكن عملت انت عمليه اللوز، او بعد ما حصل لك التهاب مثلا في اللوزتين اتعفيت منه وكل حاجه، تروح قاعد عندك الاستريبتوكوكاي، ما تكونش مشيت مع الالتهاب، قعدت الاستريبتوكوكاي. تمام. قال لك اول حاجه عم تعمل حاجتين. اول حاجه قال لك ريميوتيك فيفر اللي هي الحمى الروماتيزميه. عم تعمل حمى روماتيزميه، ودي عارفينها اللي بتبقى على الهارت، بتبقى على القلب، كنا عارفينها. قال لك انت لو ما عملتش اللوز بدري، او لو جالك اللوز كذا مره وما عملتهاش، ممكن تعمل لك روماتيزم على القلب. فهي دي الحمى الروماتيزميه اللي عم تسببها الاستريبتوكوكاي. عم تقعد الالتهابات بعد ما يحصل انفكشن للوزتين، فيعمل التهابات، ما تروحش الاستافيلوكوكاي، فتعمل لك ايه؟ الروماتيك فيفر اللي هي الحمى الروماتيزميه. ذات اوكيور قال لك عم تحدث 2 or 3 weeks، عم تحدث مره او 3 مرات في الاسبوع after tongus infection، بعد التهاب اللوزتين. قال لك بسبب الايه؟ الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن، بسبب تفاعل زياده الحساسيه. الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن، تفاعل زياده الايه؟ الحساسيه. تمام. يبقى الحمى الروماتيزميه ديت عم تحدث مره لمرتين في الاسبوع بعد التهاب اللوزتين، او بعد الالتهابات اللي عم تحصل في اللوزتين بسبب تفاعل زياده الايه؟ الالرجي بتاع الجسم. تمام. بسبب زياده الحساسيه. تاني حاجه الاكيوت جلوميرولوفريتس افتر السكين انفكشن، اللي هو التهاب الكبد الحاد بعد الالتهابات الجلديه. عم يحصل سكين راش، التهابات جلديه او سكين انفكشن، التهابات جلديه بس ديب شويه، عميق شويه، فتروح تاثر على الايه؟ على الكبد، تاثر على الايه؟ الكبد، فتعمل لك اكيوت جلوميرولوفرايتس افتر سكين انفكشن. عم تعمل التهابات كبديه حاده بسبب الايه؟ بسبب الاستافيلوكوكاي، او ان قاعده الاستافيلوكوكاي او امراض الاستافيلوكوكاي زادت بعد ما حصل ايه؟ الانفكشن دوت. تمام. يبقى اتكلمنا عن الديسيز بتاع الاستافيلوكوكاي، والديسيز الامراض اللي عم يسببها الاستافيلوكوكاي 3 حاجات: يا اما الديسيز لوك انفكشن، يا اما التهابات محليه، او انفيجن اللي هي غزو جوه الجسم، يعني التهابات جوه الجسم، يا اما ايه؟ بوست ستافيلوكوكاي ديسيز، امراض عقديه عم تسببها الاستافيلوكوكاي نفسها عقديه، يعني تحصل كومبليكيشن مع الاستافيلوكوكاي تسبب الامراض ديت، وقلناهم بالايه؟ بالتفصيل. نيجي بعد كده للايه؟ للليبراتوري دايجنوزيس بتاعها، اللي هو التشخيص المعملي ليها. التشخيص المعملي انت عملت اختبار او رحت معمل، فقال لك التشخيص بتاعك ده هو ايه التشخيص يا عمي؟ قال لك هنعمل ايه؟ اول حاجه هناخد الايه؟ السبيسمينز اللي هي العينات، اتفقنا اللي هي العينات. قال لك هناخد ثوريت سواب، هناخد مسحه من الحلقه، يعني بمعنى صح بلغم او سواب، اللي هو البلغم الموجود او السواب اللي هو اللعب، وهناخد مسحه من السواب من الفم. تمام. او البص او الصديد or any symbol according to the site of infection، او اي مكان في الانفكشن دوت، او على حسب موقع الانفكشن نبتدي ناخد الايه؟ العين. تمام. زي برضو الاستافيلوكوكاي زي الاستريبتوكوكاي بالظبط في الايه؟ في العينات يا اما هناخد سواب، يا اما بص، يا اما ايه؟ يا اما هناخد اي symbol according الايه؟ المكان اللي احنا شغالين عليه. بس في الاستريبتوكوكاي مش هناخد بلد، انما في الاستافيلوكوكاي ممكن ناخد بلد، خلي بالك منها، ممكن يسألك فيها. تمام. بعد كده السمير، الشكل بتاعها تحت الميكروسكوب او المسحه بتاعتها دي قلنا جرام بوزيتيف، واتفقنا عليها ان هي جرام بوزيتيف. سيبريكال سيلز ان هي جرام بوزيتيف، خلايا كرويه من الجرام بوزيتيف. تمام. قال لك يوجوالي ارينجد ان تشينز، عاده مرتبه في سلاسل. دي قلنا عاده مرتبه في ايه؟ في عناجيد، تشبه عناجيد العنب اللي هي الاستافيلوكوكاي، انما الاستريبتوكوكاي مرتب على شكل شينز، على شكل سلاسل. تمام كده. تمام. بعد كده الكالتشرال بتاعتها، الثقافه بتاعتها، جالك اون بلاد اجار، في الاجار بتاع الدم ذات شو البي هيموليسيس، اللي هو بيتا انحلال الدم، خلايا بيتا، انحلال خلايا بيتا في الايه؟ في الدم. الكالتشرال بتاعتها برضو نفس الكلام زي الايه؟ الاستافيلوكوكاي. تمام. انما الايه؟ السيرولوجيك تيست اللي هو الفحص المصلي، بقى هنعمل فحص للمصل بتاع الاستريبتوكوكاي. فقال لك ده دي
insertion هيبتدي يتعرف عليه او يتم الكشف عنه of antibodies for diagnosis. الانتيبوديز الاجسام المضادة بتاع التشخيص دوت of rheumatic fever او ايه او الحمى الروماتيزمية and gelomyopathies عند الايه الجيريميونيفايتس اللي هو الامراض التهاب الايه الكبدي، امراض التهابات الكبدي. يبقى التست الاختبار بتاعها هنبتدي نتعرف عليها عن طريق ايه؟ عن طريق الكشف عن الاجسام المضاده على الانتيبوديز الموجوده في الايه في الاستريبتوكوكاي، الموجوده في الاستريبتوكوكاي. تمام كده؟ تمام. يبقى تاني هنبتدي نتعرف عن الاستريبتوكوكاي كيف كنا هنتعرف عليها، يا اما عن طريق الاسبنسيوم اللي هي العينات، هنبتدي ناخد سواب او بص او اي مكان فيه الانفكشن ده هنبتدي ناخد منه العينه بتاعتنا. تمام. الشكل بتاعها تحت الميكروسكوب اتفقنا ان هو جرام بوزيتيف بكتيريا، اتفقنا. تمام. ودوت عم بقول لك مرتب على شكل تشينز سلاسل، وعرفنا الفرق بين دي ودي. تمام. الكالتشرال الثقافه بتاعتها دي قلنا ايه برضو البيتا عم تظهر في خلايا بيتا الموجودة فين؟ في البلاد أجار، نفس الكلام. إنما بقى الفحص المصلي بتاعها أو الفحص الاختبار بتاعها فده قال لك عم نبتدي نعمل كشف للإيه؟ للأنتيبوديز، كشف الأجسام المضادة عشان نعرف التشخيص بتاعها، فممكن تسبب لك حمى روماتيزمية أو التهابات في الإيه؟ في الكبد. تمام كده؟ يبقى كده الاستافيلوكوكاي والستريبتوكوكاي اللي هم الجرام بوزيتيف بكتيريا كده خلصوا. تعالى بقى لتاني نوع وقلنا الجرام نيجاتيف كوكاي. الجرام نيجاتيف كوكاي ده قلنا عرفنا نوع واحد منه اللي هو الجرام نيجاتيف كوكاي اللي هو الايه الكوكاي سالبة الجرام. تمام. قال لك هو نوع من المرض، نوع معين بس اسمه الايه النيوسريا. النيوسريا ديت قال لك جرام نيجاتيف كوكاي، اتفقنا ان هي جرام نيجاتيف ايه كوكاي. ان باريز يعني في ازواج، عم تبقى على شكل ازواج. كدني شيب على شكل الكدني، يعني شكل الكلى بس شكل ازواج، يعني الكلى زوجين فيها تبقى على شكل ازواج. قال لك النيوسريا ديت قد تكون ميبي كومن سينال ان ريسبيراتوري تراك اللي هي مشترك كومن سيل يعني مشترك في الريسبيراتوري تراك في الجهاز التنفسي. قلنا ما تبقى على شكل ازواج يبقى هيبقى بمعنى صح زوج منها في الايه في الريسبيراتوري تراك في الممر التنفسي ده. تمام. الباثوجينيك بتاعها المسببات المرضيه بتاعتها قال لك النيوسريا ديت ايه النيوسريا جينوفيريا اللي هي النيوسريا البنية، والنيوسريا الايه المينيجايتس اللي هي السحابية. دي نوعين من الامراض او مسببات الامراض اللي عم تسببها الايه النيوسريا. تمام. ده اللي يخصك بس في الايه في النيوسريا، انما باقي اللي تحت اللي هو الديسيز والليبراتوري دايجنوز مش عايزينه في الايه في النيوسريا. اللي انت عايز تعرف ان الجرام نيجاتيف كوكاي هو ايه النيوسريا ديت عم تبقى مشترك فين في الريسبيراتوري تراك، دي اهم حاجه فيه. بس ده اللي انت عايز تعرف عن الجرام نيجاتيف كوكاي او النيوسريا ديت. تمام كده؟ تمام يا رجال. كده المحاضرة بتاعتنا خلصت، يعني تشابتر 7 كده خلص تمام كله. تمام. اتمنى تكونوا فهمتوا، اتمنى جدا ان انتوا تكونوا فهمتوا. يا ريت تشجعونا وتدعمونا على طول كده، وما تنسوناش في دعاكم خالص. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القاكم في محاضرة جديدة ان شاء الله.